ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل وصفة خبز بجد مفيش اسهل من كده. يعتبر احنا مش بنلمس العجينة اساسا، وهيطلع معاكي ناجح كمان ان شاء الله من اول مرة. عايزة اوصفلك بقى انه طعمه وشكله وريحته كلهم حاجة كده مشكلة. لو جربتوا الخبز ده فعلا مش هتشتروا خبز تاني من بره، انا واثقة من كده. واحلى حاجة ان هو كمان صحي ومشبع جدا. لما ناخد منه شريحتين كده في الفطار بنحس بشبع رهيب. انا عندي طبق كبير، هحط فيه كوباية من دقيق الابيض، وهحط معاهم كوباية من دقيق القمح الكامل. هحط عليهم كمان معلقة صغيرة من الخميرة الفورية، وهحط معاهم كمان رشة ملح. انا عندي بقى هنا حاجة اختيارية بس بتدي طعم حلو قوي كمان للخبز بتاعنا. انا عندي هنا ربع كوباية من الزبيب والمكسرات، ميكس ما بين الزبيب والمكسرات، واي مكسرات انتوا موجودة في البيت تقدروا تحطوها. دي خطوة اختيارية بس بتدي طعم حلو قوي للخبز. هقلب كويس المكونات الجافة بتاعتي. انا عندي معايا جنبي كده في الكوب المعياري حوالي كوباية ونص مية دافية. طبعا مش هنستخدم كوباية ونص كلهم، احنا هنزود شوية بشوية، وهنقلب بالسباتشولا كده لغاية ما تبقى عندي عجينة كده ملمومة بس بتلزق، ما تكونش ناشفة ابدا، ما تكونش صلبة خالص. فطبعا انا هزود المية شوية بشوية، وهلم بالسباتولا لغايه ما تتلم معايا عجينه بتلزق، ما تكونش ابدا عجينه صلبه. انا كمان مش هعجن بايدي ولا اي حاجه، كله بالسباتولا. هبدا ازود بقى اول ما احس ان الدقيق بتاعي تشرب بقيه السوائل، هبدا انزل بشويه ميه كمان. هي كوبايه ونص، انا استخدمت حوالي كوبايه، بس طبعا احنا حسب الدقيق بتاعنا، فطبعا بننزل الميه شويه بشويه. اول ما الاقي العجينه عندي خلاص اتلمت معايا وبدات بتلزق كده في المعلقه او في السباتولا بالطريقه دي كده، خلاص بوقف كده ميه، مش هزود ميه تاني ولا هزود دي كمان. هو ده القوام اللي احنا عايزينه. بصوا بتلزق ازاي، هو ده القوام المظبوط. خلاص كده انا ببدا بس المها من على الجوانب، بس خلاص انا ما عجنتهاش، ما مدتش ايدي فيها، هو كله بالسباتولا. بعد كده هبدا بقى اغطيها عندي، وانا دفيت الفرن شويه لان طبعا الجو برد، فعشان تخمر كويس دفيت الفرن شويه وغطيتها بفوطه مطبخ، وخليتها تخمر حوالي 45 دقيقه. بعد بقى ما بتطلع بقى من التخمير، برضو بنهبطها كده بس بالسباتشولا، ما بنعجنش خالص فيها العجينة دي، او الخبز ده مش بنعجن فيه خالص. كده خلاص بعد ال45 دقيقة ما عدوا ما شاء الله، بصوا اختمرت ازاي وارتفعت. هبدأ برضو انزلها كده بالسباتشولا، وهرش على الكونتر عندي، يعني هرش عليها شوية دقيق من فوق كده عشان هي بتلزق في المعلقة عشان اعرف انزلها بالظبط كده اهو. تمام. وبعد كده هرش عندي على الكونتر بتاع الرخامة عندي برضو دقيق، رشة دقيق كويسة كده، وهنزل بقى بالعجينة بتاعتي عليه. عايزه اقولكوا انا فعلا ما لمسناش العجينة دي خالص، كله بالسباتولا. دهنت بقى رشة رشينا رشة دقيق بقى على الكونتر. هبدأ بصوا بس ألمها كده بس لما بسيطة جدا، هرش عليها شوية دقيق برضو من فوق كده، حاجة بسيطة قوي. ممكن تستخدموا دقيق ابيض، وممكن ترشوا برضو دقيق قمح كامل زي ما انتوا عايزين. بصوا انا كده بس بلمها، مش بعجن فيها خالص. خلاص كده اتلمت معايا اهي. هنبدأ بقى، اهم حاجة بس افرد عشان هي بتلزق جامد، فخلاص انا كده مش هرش دقيقتين. هبدأ بقى افرد بقى العجينة بتاعتي. انا عايزاه، لو انتوا عايزينها خبزين صغيرين تقدروا تقسموا العجينة من دلوقتي نصين. انا عايزاها خبزك واحد كبير عشان عايزة الشريحة بتاعتي تبقى كبيرة، فهي خلاص كده يبقى هي زي ما هي كده هنفردها كده. بصوا انا بفردها بايديا ازاي، بشكل دائري كده. بصوا حتى كمان مش هنستخدم اي آلة ان احنا نفرد بيها، يعني ولا هنستخدم نشابة ولا اي حاجة. اهو انا خلاص رشيت رشة دي كده كويسة، فمش هتلزق معايا. ابدأ بقى افردها كويس بالطريقة دي. خلاص كده انا فردتها تمام كده اهو. هبدأ بقى الف الخبز بتاعي، واشكل بقى ايه ان هو يكون خبز كده طويل،
شبيه كده للخبز الفينو بس بيكون منتفخ اكتر. بصوا بقى انا بضغط، يعني انا بلف وبضغط الطرف كده، بنلف ونضغط الطرف بالشكل ده اهو. اهو بنلف ونضغط الطرف. بعد كده بقى هبدأ اقفل بقى طرف العجينة بالشكل ده من تحت اهو. هبدأ اضغط عليه كده بالطريقة دي، هو هيقفل على طول. مجرد بس كمان انا اديله بس ضغطتين كده كمان من على العجينة من على الوش، خلاص بصوا مجرد ما عملت كده هو خلاص اتقفل من تحت، مبقاش اصلا ليه اي اثر. انا حطيته بقى على ورق زبدة وغطيته بفوطة وسبته يختمر كمان نص ساعة. بصوا بقى مش قادرة اوصفلكوا طالع شكله خطير ازاي بعد التخميرة التانية، حاجة كده بجد خطيرة. ريحته بجد في المرحلة دي حلو قوي. هرش رشة دقيق بسيطة قوي كده، وبعد كده همشي كده عليها بالمعلقة. لو في اي دقيق زيادة من على الوش هبدأ اشيله كده بالفرشة. وبعد كده هبدأ بقى افتح الخبز بتاعي كده، بتكون سكينة حامية، وابدأ بقى ايه افتح الخبز بتاعي بالشكل ده. الفتحات بتاعت الخبز دي بتخليه يستوي احسن، وكمان لما نيجي نقطعه كمان بتبقى سهلة قوي علينا. كده خلاص انا دخلته بقى الفرن على درجة حرارة 180 لمدة من 25 ل 30 دقيقة. بيستوي وبيطلع زي الفل ومقرمش من بره. وبصوا الاحرف بتاعته بنيه ازاي، مقرمش جدا من بره، طري جدا من جوه، هش قوي. كمان لما بنطلعه بندهنه كده دهنه بزيت زيتون او بزبده من على الوش كده، آه بيبقى طري كده وبيبقى بجد خطير. بصوا هش ازاي. فعلا لو جربتوا الخبز ده مش هتشتروا خبز تاني من بره اطلاقا. بتاع البيت اطعم، صحي اكتر، مشبع اكتر. عارفين احنا حاطين ايه، شريحتين منه بجد بنحس بالشبع الرهيب. ممكن كمان نقطعه شرايح زي ما انا عامله كده ونحتفظ بيه في الفريزر، وبعد كده بننزله في الميكرويف حاجه كده.